بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أتلو على مسامعكم المقطع الخامس من نونية ابن القيم في وصف الجنة. هذا وإن صفوفهم 20 مع 100 وهذه الأمة الثلثان، يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيباني، وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود وحبر زمان عن ابن عباس، وفي إسناده رجل ضعيف غير ذي إتقان، ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان، إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم، هذا رجاء منه للرحمن، أعطاه رب العرش ما يرجو وزاده من العطاء فعال ذي الإحسان. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد 8، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي السبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان، أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا دلة الحرمان. ويرى الذين بديلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان، ما ذاك مخصوص برسل الله، ما ذاك مختصا برسل الله، بل لهم وللصديق ذي الإيمان. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان، لكن أدناهم وما فيهم دني، إذ ليس في الجنات من نقصان، فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا 2000 كاملتان، فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعاف دنيانا جميعا 10 أمثالا له مثل سبحان ذي الإحسان.